بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا سأتحدث اليوم عن موضوع خطير ومهم جدا وأشغل الشارع الكويتي فترة طويلة، لكن في بداية هذا الأمر لابد أن أوجه الشكر الكبير للقيادة السياسية على اهتمامها الكبير في هذا الموضوع وحرصها على أن ينتهي هذا الموضوع ومحاسبة كل من هو متسبب وراء هذه القضية. طبعا القضية هي قضية رقم 1899 على 2022 حصر العاصمة. هذه القضية متعلقة في نفس موضوع رشوة القضاة وقضية فؤاد صالح. هذه القضية تم حفظها في 13/4/2023. طبعا حفظت من غير تحقيق ولا استدعاء لأي شخص من هؤلاء المتهمين في هذه القضية التي ذكرنا رقمها. حتى الأشخاص اللي ما عندهم حصانة لم يتم استدعائهم. طبعا بعد ما حفظت أثيرت القضية في مجلس 23، ولما أثيرت في المجلس فتحت القضية مرة أخرى، ولكن أيضا هذه القضية تمت بدون تحقيق إلى اليوم. فيها ما يقارب من المتهمين 12 ما بين مستشار وقاضي غير الأطراف الأخرى خارج القضاء. ليش نتكلم الآن في هذه القضية؟ لأن هنالك حسب ما وصلني من المعلومات ليس واحد، هم اثنين من الوافدين سافروا وغادروا البلاد مع العلم بأن موضوع رفع الحصانة عنهم كان مطروح لفترة، وقبل أن يتم الاجتماع لرفع الحصانة بيوم سافروا. هل هم سافروا في إجازة؟ إذا كانت إجازة كيف تعطى لإجازة لأناس عليهم قضية ومطالب برفع الحصانة عنهم؟ أو أنه هرب، معناته إذا كان هارب هو من يحمل الاتهام بنفسه وعليه مشاكل وموجه له الاتهام في هذه القضية. أو أنه هرب، طلب منه الهروب حتى يتستر على المجموعة التي في خلفه. ولذلك اليوم هذه القضية قضية مهمة، وحسب ما وصلنا من المعلومات أن كل طرف يرمي التهمة على الآخر. كل طرف موجود يرمي التهمة، أنت السبب في تأخير رفع الحصانة، أنت الذي لم ترفع التقرير في طلب رفع الحصانة. الأسماء والقضية مسجلة ولها رقم، وقضية خطيرة تتعلق برشوة القضاة التي صدر فيهم أحكام، وهنالك أطراف أخرى أيضا لا زالوا كانوا مستشارين وقضاة لكنهم خرجوا من هذا المسمى وليست عندهم حصانة. لماذا لم يتم استدعائهم؟ لماذا لم يتم التحقيق معهم؟ لماذا لا يرغب البعض بفتح هذا الملف وإنهاء هذا الملف وكشف الفاسدين في هذا الملف؟ فهذه قضية خطيرة يجب أن تنتهي. وأنا أعرف أن هنالك رجال صالحين مخلصين في القضاء، نحط يدينا بيدينهم حتى يتم تنظيف وتصحيح المسار في القضاء. اليوم هذه قضية مسجلة لها رقم، تحتاج اهتمام، تحتاج أن يقوم كل مسؤول بمسؤوليته تجاه هذا الملف وينهيه. الاثنين اللي هربوا أو سافروا أو هربوا، أيا كان هذا المصطلح يناسب هذا السفر، لا بد أن يتم التحقيق فيهم، ولا بد أيضا أن يتابع هذا الملف وكشف من يقف وراءهم. واحد منهم حسب ما ذكر في التحقيقات بأنه كان يكتب لذلك الراشي في هذه القضية الأحكام ويأخذ منه الرشاوي، حسب ما ذكر في التحقيقات. هنالك أسماء موجودة في هذه القضية مثل ما ذكرنا، فيها أسماء مستشارين وقضاة في السابق سواء بعضهم كان موجود أو لا في هذه القضية، أسماءهم مذكورة في التحقيقات. وهنالك أطراف أخرى ليسوا في القضاء لم تتم محاسبتهم ولم يتم التحقيق معهم واستدعائهم.
لذلك هذا الملف يجب أن يؤخذ بجدية، ويحاسب كل من يقف خلف التستر على الفاسدين والمرتشين. وأيضا مرة أخرى أوجه الشكر الكبير للقيادة السياسية التي تريد أن تحل هذا الملف وتحاسب كل من هو متسبب في هذا الملف. شكرا لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.